حياك الله كابتن راغد، وصلت لنصف النهائي الآن، أعتقد الهدف صار واضح أمامك. الحمد لله. الحمد لله وصلنا لنصف النهائي. إن شاء الله طموحنا إن شاء الله نعدي منه. الآن إحنا في نصف النهائي، نكون أكثر جديين، نركز على نصف النهائي بشكل كبير. منتخب الأردن منتخب قوي، إن شاء الله يكون الفوز والانتصار من نصيبنا إن شاء الله. كيف هي المشاعر والأحاسيس وأنتم تقتربون من تحقيق بطولة بعد قطاع طويل للبطولات على المنتخب السعودي؟ أول شيء الشعور جدا مميز. الله يكتبها من نصيبنا إن شاء الله يا رب. كلنا إحنا على تركيز واحد، على قلب واحد. اليوم ممكن مو ال11 لاعب اللي يقدر يجيب المباراة. جميع اللعيبة، جميع الجهاز الإداري، الجمهور السعودي، العامل القوي اللي يساعدنا. نحتاج منهم بكرة تواجدهم بشكل كبير زي ما عودونا، وهم نقطة دائما قوة لنا. شوف ما أخفيك، الجمهور السعودي جمهور يعمل فارق. اليوم احنا محظوظين انه البطولة تتلعب بجنب السعودية. كنا نتذكر قبل تقريبا 3 سنوات من الآن كيف الجمهور السعودي حول مباراة الافتتاحية في كأس العالم بطريقة إيجابية. احنا نحتاجهم بكرة انهم يكونوا إيجابيين من بداية التسخين لنهاية المباراة، والنتيجة بيد الله. هم عامل الرئيسي بعد الله.